في حاجات لما تبص عليها تحس إنها معمولة بتكنولوجيا من المستقبل، والعجلة الحربية لتوت عنخ آمون واحدة منها، قطعة فنية عبقرية صنعتها أيادي المصريين القدماء من خشب البتولة المستورد من الأناضول، وده في حد ذاته لغز لأن مصر ما كانش فيها النوع ده من الخشب أصلا، يعني تم استيراده مخصوص عشان يصنع منها مركبة ملكية تليق بالملك الذهبي. العجلة دي كانت خفيفة جدا، وزنها ما يتعداش 35 كيلوغرام، وده اللي خلاها ثورية بمعايير عصرها، تجمع بين السرعة والاتزان، وكأنها مصممة مش بس للحرب لكن كمان للسباقات الملكية والاستعراضات العسكرية. العلماء لما فحصوها اكتشفوا انها مكونة من 6 عجلات مختلفة كانت كلها مدفونة في مقبرة توت عنخ آمون، لكن دي بالتحديد هي الأكمل والأجمل لأنها بتمثل قمة التطور في تصميم المركبات الحربية وقتها. كانت العجلة محفوظة في المتحف المصري بالتحرير لأكثر من 90 سنة قبل ما يتم نقلها بعناية للمتحف المصري الكبير، وهناك اتجهزت ليها قاعة عرض خاصة عشان تعرض ضمن جناح رحلة الملك الذهبي اللي بيضم عرباته وأسلحته وملابسه الملكية. والجميل إن العلماء قدروا يعرفوا من آثار الاستخدام على العجلات إنها استخدمت فعلا، يعني توت عنخ آمون ركبها بنفسه مش مجرد قطعة للزينة أو الطقوس، وده بيخليها أكتر من أثر. دي شهادة حية على عبقرية التصميم وقوة الملك الشاب اللي سيطر على العالم من على مقعد خشبي صنعوه بذكاء خرافي. وانت واقف قدامها النهاردة في المتحف المصري الكبير تحس إنك بتشوف أول سيارة سباق في التاريخ، لكنها كانت من صنع حضارة سبقت الزمن بآلاف السنين.